عموما يعني شعبكم الليبي صامد مهما كانت شراسة الهجمة، وتفرجوا عليه بارك الله فيكم، واعرف ان المواطن المصري العادي يحترق وقلبه معنا، والتونسي كذلك في كل الوطن العربي. نحن نفرق بين الحكام وبين شعوبنا العربية، واحنا ندافع هذه الأيام عن الأمة العربية وعن شرفها وكرامتها. إذا احنا ذلينا إهانة للأمة العربية، إذا استسلمنا إهانة للأمة العربية، فاحنا بننزل كرامتكم كرامة الأمة العربية، لا نذل ولا نستسلم. نحن بوابة أفريقيا، ترس أفريقيا، درع أفريقيا، أفريقيا كلها ورانا ومعنا، وندافع عن الأمة الإسلامية، ندافع عن الإسلام أمام حملة صليبية. أعلن رئيس فرنسا بنفسه، قال أنا أقود حملة صليبية جديدة. كل هذه ستنتهي ويبقى المجد والخلود للشهداء وللشجعان والصابرين والمناضلين المدافعين عن الأمة. نحن ندافع عن أمتنا العربية وعن أمتنا الإسلامية، وندافع عن قارتنا الأفريقية. أرجو أن تتمعنوا في هذا الكلام، كل واحد يسمع بروحه ويقراه بروحه، مش مع مجموعة بعدين يجي لي مجموعة ويتناقش معاها. كل واحد يشوف الكلام هذا حق ولا مش حق بدون تأثير من الغير. أنا معكم ومع مصر، وحبيبتي مصر وحبيبتي تونس، وأنا أحب مصر، ولكن بودي مصر تكون غير مصابة برذيلة نكران الجميل، وما بديش تكون مصر دولة فاشلة، بالعكس بدها تكون دولة قائدة. هي الآن نشت ورا تونس، ما فيش بأس، يعني القادة هم التوانسة وأنتم تبعتوهم، لكن ما في بأس. المهم حتى تونس دولة عربية. أحيي روح جمال عبد الناصر بطل الأمة العربية في هذا اليوم، وأحيي الشعب المصري، وأحيي شباب مصر، وأرجو أن يهديهم الله إلى طريق الثورة الشعبية والسلطة الشعبية، وإلى الأمام والكفاح مستمر.